تعرف إن في حيوان عنده بصمة زي بصمة الإنسان بالضبط ومش ممكن تتكرر في أي حيوان تاني حتى لو توأمه؟ طب تعرف إن في حيوان عايش معانا على الكوكب ده وزن لسانه بس بيساوي وزن فيل كامل؟ لو حابب تعرف المعلومات دي خليك معايا في الفيديو ده. أهلا بكم. أنا محمد فوزي. النهارده الجزء الثاني من أسرار عالم الحيوان وهقول لك معايا أسئلة هتخليك تشك في معلوماتك القديمة حرفيا. لو جاوبت على نص الأسئلة دي يبقى أنت عبقري وموسوعة في عالم الحيوان. خليك معايا ويلا بينا نقول بسم الله. السؤال الأول: ما هو الحيوان اللي عنده بصمة أنف فريدة ومش ممكن تتكرر في أي حيوان تاني زي بصمة إيد الإنسان بالظبط؟ واحد: القط. اثنين: الكلب. ثلاثة: الأرنب. أربعة: الذئب. الإجابة الصحيحة هي الكلب. أنف الكلب مش للشم بس، ده تعتبر بطاقة هوية متنقلة، وكل كلب له نمط أنف فريد ما بيتشابهش مع أي كلب تاني حتى لو توأم، وده يعتبر طبعا بصمة فريدة من نوع زي بصمة إيد الإنسان بالظبط ما بتتشابهش مع إيه؟ مع أي إنسان تاني. طيب هنا بقى في الحالة دي الكلب ممكن يعمل بطاقة أو فيزا، هيعمل إيه بقى؟ هيروح يبصم بمناخيره وهتيه. السؤال الثاني: وزن لسان الحوت الأزرق يعادل إيه؟ يعني وزن لسان الحوت الأزرق يساوي قد إيه؟ واحد: عربية نقل. اثنين: فيل كامل. ثلاثة: 50 خروف. أربعة: وحيد القرن. طبعا الإجابة الصحيحة هي وزن فيل كامل. طبعا الحوت الأزرق هو أضخم حيوان على وجه الأرض في الكوكب ده. وزن لسانه بس بيساوي وزن فيل آسيوي بالغ، يعني وزن اللسان بس قد وزن فيل كامل. ده كده مش لسان بقى، ده يعتبر معدية متناقضة. السؤال الثالث: ما هو الحيوان الذي يمتلك ثلاثة قلوب؟ ايه الحيوان اللي عنده ثلاث قلوب؟ واحد: الاخطبوط. اثنين: الحبار. ثلاثة: نجم البحر. أربعة: الدولفين. طبعا الإجابة الأخطبوط. الأخطبوط بيمتلك ثلاث قلوب: قلبين بيضخوا الدم للخياشيم وقلب بيضخ الدم لباقي الجسم. يعني ثلاث قلوب شغالين، اثنين خياشيم وواحد لباقي أعضاء الجسم. يعني تخيل كده انت لو عندك ثلاث قلوب زي الاخطبوط ده هتعمل ايه بقى؟ هتحب ثلاث هتحب ثلاث مرات. طب لو واحده فيهم سابتك ما انت مش هتقدر تقول لها كسرت قلبي بقى، هتقول لك عندك اثنين تانيين. السؤال الرابع: ما هو الحيوان الذي لا يمتلك دماغا ولا قلب؟ ايه الحيوان اللي ما عندوش دماغ ولا قلب؟ واحد: قنديل البحر. اثنين: الحبار. ثلاثة: الاسفنج البحري. أربعة: نجم البحر. طبعا الإجابة الصحيحة هي قنديل البحر. قنديل البحر ده حيوان بسيط جدا، لا عنده دماغ ولا قلب، لكن عنده شبكة عصبية بتمكنه من الحركة والشعور باللي حواليه. يعني الحيوان الغريب ده ما عندوش لا دماغ ولا قلب، مريح نفسه من أهم حاجتين، لا يعني لا بيحب ولا بيفكر. مريح نفسه من أهم حاجتين في الدنيا والله، دماغه مرتاحة خالص. السؤال الخامس: ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم واقفا؟ ايه الحيوان اللي ممكن ينام وهو واقف؟ الفيل. الحصان. الدب. النمر. الإجابة الصحيحة الحصان. طبعا الحصان ممكن ينام وهو واقف وثابت ما يقعش، لأن ده عنده نظام عضلات في رجليه بتمكنه من الوقوف والثبات أثناء النوم. يعني بيفضل نايم وثابت ما بيقعش ولا يميل شمال ولا يمين، وده بيخليه إيه؟ ينام وهو واقف. فتخيل حضرتك كده بقى لو زي الحصان وفيك الخاصية الجميلة دي ورحت الشغل، ممكن تنام على المكتب. ولما يجي المدير يقفشك تقول له لا ده انا مركز بس. انا كده مركز بس. السؤال السادس: ما هو اسرع حيوان بري في العالم؟ الاسد. الفهد. النمر. الحصان. طيب، اسرع حيوان بري في العالم هو
طبعا الفهد. الفهد اسرع حيوان يعتبر في العالم كله. ليه بقى؟ لان سرعته بتوصل ل 120 كيلو متر في الساعه في خلال ثواني معدوده. بس طبعا هو نفسه قصير، ما يقدرش يكمل فتره، يعني ممكن يجري لمده ثواني ويقف تاني، خلاص ما عندوش طاقه بقى كده. بس سرعته بتوصل ل 120 كيلو متر في الساعه في ثواني معدوده، يعني ممكن ينطلق زي الرصاصه كده وينقض على فريسه. ده اللي بيخليه من امهر الصيادين في الغابه. يعني ممكن ينقض على الفريسه في ثواني من غير ما تاخد بالها هي، ولا تفكر، ولا تعمل حسابها انها تجري ولا اي حاجه. ممكن ينقض عليها في ثواني معدوده بسبب السرعه الرهيبه اللي بينطلق بيها زي الرصاص. يعني تخيل بقى الفهد ده لو دخل الاولمبياد ودخل سباق ال 100 متر، هيفوز قبل ما الحكم يقول ابدا. ما هو 120 كيلو متر وده 100 متر يعني. السؤال السابع: كم عدد ساعات نوم الاسد في اليوم الواحد؟ يعني الاسد بيقضي كم ساعه نوم في اليوم الواحد؟ 10 ساعات، 15 ساعه، 20 ساعه، 25 ساعه؟ طبعا الاجابه الصحيحه، ده سؤال سهل جدا. الاجابه الصحيحه هي 20 ساعه. الاسد بيقضي 80% من يومه نوم، يعني بيقضي حوالي 20 ساعه من يومه في راحه تامه ونوم عميق كده وسلطنه، يعني نايم على ظهره كده ومش شاغل نفسه بحاجه. وطبعا اللبوقات هي اللي بتصطاد وبتجيب له الاكل جاهز لحد عنده. يعني تخيل كده حضرتك بقى لو نمت 20 ساعه في اليوم، اهلك هيفكروك في غيبوبه وصوتوا عليك. هيفكروك مت اصلا. على الرغم ان الاسد بينام والكل عامل له ألف حساب. يعني الحيوانات كلها عارفه ان الاسد نايم وفي هدوء تام، والكل بيخاف يعدي من جنبه ويعمل له ألف حساب. يعني السيطره مش بالحضور والله. طيب يا عبقر، احنا كده خلصنا الجزء الثاني من اسئله اسرار عالم الحيوان. طبعا هستنى رايكم وتعليقاتكم. جاوبت له كام سؤال في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير. وطبعا هسيب لكم وصف الفيديو الاولاني، الجزء الاولاني، لو حبيتوا ترجعوا له ولا حاجه، هو فيه معلومات جميله ومش متكرره، يعني اسئله مش متكرره في الفيديو ده. في النهايه هنقول لكم يا ريت تدعمونا بلايك وشير، وتحياتي.